السلام عليكم. الأهلي المصري عيوطة الاتحاد الأفريقي وتلدولها. قالوا السلطات المصرية ادته 50,000 مشجع في مباراته أمام الهلال السوداني. تصدق أنا كهلالي ترعبت وقلبي بيطيح وخايف من اليوم الأسود ده بالنسبة لي. يا شيخ صح معي يابا، صح معي عشان عندي لك كلمتين حلوين لازم تركز وصح معي. أول شيء طبيعي جدا، مش 50,000. سعة الملعب كم؟ 100,000 200,000. خلى الملعب يتملي للآخر. شيء طبيعي جدا. نحن كالهلالات بنشوف لذة ومتعة كرة القدم في انه يكون في جمهور في الملعب يشجع باحترام. طالما في داخل الملعب 11 ضد 11 ده الاهم. اما البقيه دي اللي يصيحوا يضربوا ولعوها نار ما لنا دخل. دي عقليه اللاعب كده. دي حاجه اسمها التركيز الذهني، هو داخل الملعب اللي برا ما عنده بشغله. قد يكون انت صاحب الارض، الجمهور يسمع صياح ايوه بتديه دافع، شيء كويس جدا عشان المباراه تكون مباراه رتمها عالي عشان احنا نستمتع. لكن مع داخل الملعب نتمنى انه الموضوع ما يكون فيه حشوات من داخل من تحت الترابيزه، زي ما بتسويها انت يا اهلي. انت اصلا بتحاول تكسب بكل الطرق، اذا بالقوه، اذا في الميدان، بالرشاوي، بايش انت بتسويها. عارف انك بطولاتك دي ما اخذتها وهم ساكت. لكن نحن حللاوس كهلالات حنوريك في استاد القاهره وامام جمهورك انتوا ما عايزين تعترفوا بامكانيات الهلال، رغم انه اخر مباراه داكم مسمار وغلبكم. وما عايزين تعترفوا انه الفريق بتاعكم السنه دي تعبان، ما دايرين تعترفوا بالحاجه دي اللي هي يعني. الاهلي المصري ليس في افضل حالاته السنه دي لسه. الاهلي المصري تعبان، اتغلب من صن داونز 5 في بلد في جنوب افريقيا، بينما الهلال اتغلب 1-0. اتعادل معاك 2-2 بشق الانفس في بلدك. اتعادل مع الهلال السوداني 1-1 وكاد الهلال ان يفوز. انت ما عايز تعترف بالحاجه دي. السلام عليكم. الاهلي المصري عيوطة الاتحاد الافريقي وتلدولها. فضل موسى ولا موسى فضل ده السوداني برضو ظهر تاني. برضو الفيديو اللي عملته له قبل كده ما جابش معاه نتيجة، برضو عمل فيديوهات تاني. يا ابني انا من محب النادي الاهلي. انت بدأت بالفيديو قلت السلام عليكم، بتقول النادي الاهلي ده الدولة الاتحاد الافريقي بأمارة ايه؟ بأمارة اللي هو السنة اللي فاتت حسب مثلا الماتش في الوداد في المغرب النهائي، يبقى هو انا ده الدولة للكلمة انت بتقولها اصلا. هو انت اصلا مستوعب انت بتقول ايه؟ ولا انت بقى الريتش واقع قلت لما اطلع اجيب في سيره اسياد النادي الاهلي؟ انت مين يا ابني؟ ولا هلال مين؟ ولا مريخ مين؟ انتوا اصلا عندكم فرقه؟ احنا للاسف اقل فرقه عندها في الدرجه الثانيه احسن من مليون فرقه في الدوري السوداني. انت هتوصلنا لمرحله ان احنا نغلط في السودان والشعب عشان انت بتعمل فتنه. كل شويه بتتكلم بتجيب سيره الاهلي ده الدوله مش عارف اتغلب من سان داونز. يا عم قلنا لك قبل كده اتغلبنا من سان داونز 5 على اتغلبنا 5. احنا على المية زي العسل. انت مالك؟ انت واكلك ليه؟ حرقك ليه؟ وعندك ثقة قوي ان انت جاي القاهرة هتصعد وجاي هتكسب، وان الاتحاد الافريقي وافق او الامن في مصر وافق على 50,000 للاهلي يخش ان شاء الله يوصل 100,000. يا ابني احنا الحمد لله لو عندنا 10 بس من الجمهور ب... عايز اقول لك بمليون عندكم، ده لو انت اصلا مليون بيتفرج عليكم. يا ابني انت ما تعرفش شعبيه النادي الاهلي. يا ابني النادي الاهلي سيد افريقيا. انت يا ابني كنت تسمع عن اسم النادي الاهلي ده كنتوا بتناموا. الاهلي دي كانت بتنيم افريقيا كلها من المغرب. ولا انتوا ايه؟ والاهلي انت بتقول فريق ضعيف وتعبان السنه دي. الاهلي نهائي كاس افريقيا راح كان بطوله كاس العالم للانديه، اول الدوري وفارق 9 بونت عن التاني اللي تحته. يا ابني وانت بتقول ايه؟ يا ابني هو انت حافظ مش فاهم؟ يا ابني ما تعرفش تجيب سيره الاهلي. اصغر مشجع عندنا لو سمعك هيطلع يهزقك للاسف، عشان انت اصلا انسان للاسف مهزأ بتغلط في النادي الاهلي اسيادك. احنا الناس المحترمه ما بتردش عليك، بس احنا نعرف نرد على امثالك. يا ابني ما تتكلم على الاهلي يا ابني لازم كده تكون عارف انت بتتكلم عن مين. يا ابني هلال مين والزعيم مين وبتاع مين يا ابني؟ احنا ما سمعناش عنكم في طبق اليوم ولا في صباح الخير حتى. يا ابني انتوا هتيجوا ان شاء الله مصر هتاخدوا الطريحه المحترمه وهتتكلوا على قفاكم هناك. اصلا انتوا اصلا مين؟ احنا 50,000 بس عشان بس بنرجع هيبة الاهلي تاني والجمهور تاني المصري. احنا هنسيب عندنا 100,000 في المدرجات مش خوفا منكم. انتوا مالكوش لازمه. احنا مثلا نكسبكم حتى لو من غير جمهور، بس احنا هنوريكم. احنا عايزينكم تعالوا. انت افضل يطلع كل يوم يتكلم على النادي الاهلي يا سيدك، واكيد انت اصلا ما حد زقك وعامل هو بقى ده اللي بيعمل فتنه بين السودان ومصر. احنا ما اتكلمناش ولا جبنا سيره بعد الواقعه اللي حصلت وقله القيمه اللي انتوا عملتوها في الماتش. احنا مش هنعمل زيكم، احنا هنرد عليكم في الملعب. في الملعب فقط احنا بنرد في الملعب. يا موسى ولا عيسى انت؟ يعني نص كلامك مش مفهوم.
والله يا موسى احنا اديناك حجم اللي طلعنا ردينا عليك، انت اللي زيك كناش ردينا عليه. واصلا بص، يكفي الكومنتات كلها جمهور الاهلي مش هتفق صح. يا ابني الاهلي انت جيت في الطريق الغلط. الاهلي كيان يا ابني ما حدش يعرف يتكلم عن التاريخ. لو جبت كده ايه تواريخ النادي الاهلي ما تعرفش اصلا تتكلم. هتقول لي اسياد ومش اسياد وانتم محرومين من جمهور. امال قله القيمه اللي انتوا عملتوها معانا المره اللي فاتت دي ايه؟ احنا عملنا لكم ايه اصلا عشان تعملوا كده؟ عامة انا بقول لاخواتي الاهلاويه هم اللي هيردوا عليك مش انا. وعامة يا اخواتي انا نفس الفيديو ده توصلوه كده زي الفيديو اللي قبله، وبجد تسلموا. اخواتي الاهلاويه في ظهري. اقسم بالله الاهلي حاجه ما تتوصفش. التالتة شمال بتهد جبال يا موسى يا عيان. تعالى يلا مستنيك. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، سلام عليكم.